طفل بيتقتل امه وابوه قدام عينيه، وكل اهله وقبيلته كمان بيتقتلوا قدام عينيه، وبيترمي لوحده في المدينه لغايه ما بتلف الاقدار وبيبقى اقوى مصارع روماني في العالم. بس هو برضه بقى عبد. العبره هنا انه بيشوف بعد مده طويله من السنين الراجل اللي قتل اهله وبيقرر بقى ينتقم منه. فهل هيعرف يعمل كده وهو عبد وفي ناس كتير جدا بتكرهه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده، فيلا بينا. بيبدأ الفيلم عام 62 بعد الميلاد، وبنكون دلوقتي في شمال بريطانيا الرومانية. وحاليا بقى بنشوف ان جيش الامبراطورية الرومانية بيحارب مجموعة قبائل متمردة في المكان ده اسمهم قبائل الخيالك او يعني الكليتيك. بنشوف بقى طفل من قبائل الخيالة اسمه مايلو بيكون موجود في ارض المعركة، وبيشوف دلوقتي ابوه وهو بيتعارك مع الجنود الرومان وبيتقتل على ايدهم. وساعتها على فكره بتيجي ام مايلو بحيث تمسكه وتكون معاه وتبعد يعني نظره عن جثه ابوه. ولكن في الوقت ده بيوصل لمكان السيناتور والقائد الروماني كروفاس، واللي بيبدا دلوقتي هو وجنوده يسيطروا على ام مايلو كل المتمردين، وكروفاس بنفسه بيقتل ام مايلو. اما بقى مساعد كروفاس فبيقتل كل المتمردين وبيخلص على الكل مره واحده. وطبعا مايلو مش بيستحمل كل الصدمات دي وبيقع على الارض مغمى عليه، والجنود الرومان على فكره بيفتكروه مات فبيرموه مع الجثث. تاني يوم بقى بنشوف ان المدينه بقت فاضيه تماما من اي مظهر من مظاهر الحياه، وحرفيا ما كانش حد عايش في المدينه كلها بعد اللي حصل الا مايلو اللي بيكون لا حول ليه ولا قوه ومش عارف يعمل ايه. وفي مره على فكره كان مايلو نايم كده في مكان هنا، وبيجوا عنده ناس تجار عبيد وبيخطفوه عشان يبيعوه كعبد. بس يا سيدي بيعدي بقى على كل ده 17 سنه بالتمام والكمال، وبنكون حاليا في لندن عاصمه بريطانيا، وبنكون بالتحديد في حلبة قتال صغيره كده في لندن. وبنشوف ان قيصر اسمه جريكوس بيحضر دلوقتي المباريات اللي بتتعمل في حلبة القتال دي. وحاليا بيتكلم جريكوس مع مساعده بلاتور، وبيعرف بلاتور جريكوس انه جايبه هنا النهارده مخصوص عشان يتفرج على مصارع معين، والمصارع ده هو مايلو. واللي بنعرف يا صديقي انه اتربى هنا وبقى مصارع قوي جدا جدا. ودلوقتي بقى بيدخل مايلو مباراة ضد 4 مصارعين، وبيفضل يضرب في الأربعة بمنتهى القوة، وبيقدر في الآخر يهزمهم كلهم ويخلص عليهم بدون ما يصاب بخدش واحد حتى. وده بيوضح بقى مدى قوة مايلو الكبيرة. المهم في كل الأحوال مايلو بيعجب جريكوس، فبيقرر إن هو يشتريه وياخده معاه لمدينته مدينة بومبي عشان يقاتل هناك في مباريات باسم جريكوس. تاني يوم بقى بنشوف بلاتور مساعد جريكوس بيتحرك على مدينة بومبي ومعاه كل العبيد اللي اشتراهم، واللي منهم طبعا مايلو. وبنشوف كمان يا صديقي إن الأميرة كاسيا بنت سيرفوس حاكم بومبي كانت في عربية كده ورايحة لمدينة بومبي برضه مع القافلة اللي فيها مايلو وباقي العبيد. وأثناء ما كانت عربية كاسيا ماشية بتقف بسبب حفرة وبتتقلب واحدة من الأحصنة اللي كانت بتسحب العربية، وبيقع دلوقتي الحصان ده مصاب. وساعتها على فكرة بيطلب مايلو من بلاتور إن هو يفكه عشان يساعد الحصان، فبيعمل بلاتور كده فعلا وبيروح مايلو للحصان وبيقتله بحركة منه. وبيكون مايلو عمل كده لأن الحصان اتصاب إصابات خطيرة واستحالة يقدر يعيش، هو دلوقتي بيعاني، فقتله عشان خاطر يريحه من العذاب ده كله. وساعتها على فكرة بلاتور بيزعق لمايلو على اللي عمله ده، لكن كاسيا بتشكره لأنها بتكون عارفة إنه عمل كده عشان الحصان ما يتعذبش. وبيبان يا صديقي إن كاسيا أعجبت بمايلو من أول نظرة. مهم يعني بعد فترة بيوصلوا الكل لمدينة بومبي، وأول لما بتوصل كاسيا للمدينة بتروح تقابل أبوها الحاكم سيرفوس وكمان أمها، واللي بيرحبوا بيها جدا وبيكونوا مبسوطين من عودتها، لأن كاسيا غايبة عن البيت أكتر من سنة لأنها كانت في روما. بعد كده بتروح كاسيا لحظيرة الخيول وبتطمن على الخيل بتاعها اللي هناك، وبتقابل على فكرة فيليكس مدرب الخيول اللي بيوعد كاسيا إنه هيعتني بخيلها كويس جدا. وفي الليل بيخرج فيليكس بحيث يعني يدرب الخيل، بس المشكلة يا صديقي ان في الوقت ده البركان اللي في المدينة بيثور شوية وبيتسبب في انهيار اراضي كتيرة، وبسببه طبعا بيقع فيليكس في المية وبيموت. وبنعرف من هنا ان في على فكرة بركان في المدينة بيتسبب من وقت للتاني في هزات ارضية كده، وخليك يا صديقي فاكر موضوع البركان ده شوية لقدام. المهم يعني على الجانب الاخر بنشوف ان مايلو بيدخل لسكن المصارعين، وفي الوقت ده بيجي مصارع كده لمايلو هو واصحابه، وبيكون المصارع ده مش طايق مايلو خالص لان مايلو تسبب في قتل اخوه. وبالتالي المصارع ده هو واللي معاه بيتعاركوا مع مايلو، لكن مايلو كعادته بيفضل يضرب فيهم وبيزعلهم كلهم لحد ما بيجوا دلوقتي بلاتور وجريكوس وبيوقفوا كل ده، وبيحطوا بعدها مايلو في اوضه كده لوحده مع مصارع قوي جدا من المصارعين بتوع جريكوس اسمه اتيكاس. وبيحاول دلوقتي اتيكاس يتعرف على مايلو، بس مايلو بيصده لانه مش عاوز يتعرف على اي حد وعاوز يفضل في حاله ولوحده. تاني يوم بقى بينزل مايلو واتيكاس لساحه التدريب مع باقي المصارعين، وفي الوقت ده بيتكلم بلاتور مع اتيكاس، وبنعرف من كلامهم ان اتيكاس خلاص المفروض لو كسب مباراة واحدة كمان هيقدر ان هو يحصل على حريته، ومفروض ان بكرة هتبدأ بطولة كده واتيكس هيشارك فيها عشان يعني يلعب مباراة واحدة ويفوز بيها ويتحرر. وحاليا بيسأل اتيكس الكل لو حد يعني عاوز يتدرب معاه، فبيقرر مايلو ان هو يتدرب معاه عشان يعني يثبت قوته. وفعلا بيبداوا الاثنين يتحاركوا سوا معركة من اقوى ما يكون، وبيكون الاثنين بجد اقوياء جدا وقوتهم تقريبا قريبة لبعض.
المهم وسط المعركة دي بيجي المصارع اللي كان عاوز يقتل مايلو وبيحاول يقتله، لكن اتيكس بيضربه وبينقذ مايلو. وبناء عليه في الليل بيقعدوا دلوقتي اتيكس ومايلو سوا وبيبداوا دلوقتي يقربوا لبعض شويه وبيبقوا صحاب. وفي نفس الوقت ده على فكره، ولكن على الجانب الاخر بيشوف ان سيرفوس ومراته بيروحوا يقابلوا السيناتور كارفوس، وده على فكره نفس السيناتور اللي زمان قتل ابو وام مايلو وكل قبيلته لو تفتكر. وبنعرف ان السيناتور كارفوس جاي لهنا مخصوص عشان يقابل سيرفوس ومراته، ويشوف دلوقتي لو يعني هيستثمر باسم الامبراطوريه الرومانيه في المشاريع اللي سيرفوس عاوز يعني يعملها، واللي من ضمنها انه هيبني ساحه العاب كبيره جدا. لكن بيكون واضح ان كارفوس موجود هنا لسبب تاني على فكره هنعرفه قدام. في نفس اليوم ده بالليل بيجي بلاتور للاوضه بتاعت مايلو واتيكس، وبيعرفهم دلوقتي انهم هيجوا معاه حاليا لحفله كده في قصر الحاكم عشان يخدموا على الناس اللي هناك. ففعلا بيروح اتيكس ومايلو مع بلاتور للحفله، وفي نفس الوقت على فكره بيكونوا سيرفوس وكارفوس في اوضه كده في القصر بعيد خالص عن الحفله، بيتناقشوا في المشاريع اللي سيرفوس عاوز يعملها. لما بيخلصوا كلام بيقول كارفوس لسيرفوس انه عاوز يقعد مع بنته كاسيا شويه، فبيستغرب جدا سيرفوس لكنه بيوافق على كلام كارفوس، وبيروح دلوقتي يجيب بنته كاسيا. وبتقعد كاسيا على فكره مع كارفوس وبيتكلموا سوا، فبنعرف من كلامهم ان كارفوس يعرف كاسيا كويس جدا لانهم اتقابلوا في روما، ومفروض يعني ان كارفوس عاوز يتجوز كاسيا، لكن كاسيا رافضه، وكارفوس جه لهنا مخصوص عشان موضوع الجواز ده يتم يعني. لكن برضه كاسيا بترفض طلب كارفوس وبتسيبه وبتمشي. بعد شويه من كل ده كان مايلو واتيكاس لسه في الحفله، وفجاه بيبدا دلوقتي بركان يثور ويعمل هزه ارضيه كبيره، وبسبب كده بنشوف ان كل الخيول اللي في الحظيره بتبدا دلوقتي تتجنن وبيتصابوا بهستيريا كبيره. فبالتالي بتيجي كاسيا وبتاخد مايلو للحظيره عشان يهدي الحصان بتاعها بدل ما يأذي نفسه. وفعلا بيدخل دلوقتي مايلو للحصان وبيقدر ان هو يهديه، وساعتها بيتكلموا كاسيا ومايلو مع بعض وبيعترفوا لبعض انهم بدأوا شويه يحبوا بعض. وبياخد دلوقتي مايلو كاسيا على الحصان وبينطلقوا سوا وبيفضلوا يلفوا يمين وشمال. لكن بعد شويه الجنود بيقدروا يوصلوا لكاسيا ومايلو وبيقبضوا على مايلو وبياخدوه لكارفوس، واللي دلوقتي طبعا بيقول لمايلو انه خاطف كاسيا، فبيقرر ان هو يقتله. طبعا بيشوف مايلو كارفوس اللي قتل عيلته كلها موجود هناك، وبيكونش مصدق نفسه، وبيقرر دلوقتي انه هينتقم من كارفوس ومساعده على كل اللي عمله معاه زمان. في نفس الوقت ده على فكره بتتكلم كاسيا مع كارفوس وبتطلب منه انه يخفف العقوبه عن مايلو، فبيوافق كارفوس وبيقرر ما يقتلش مايلو، لكنه بيأمر بتعذيبه. فعلا بيتربط دلوقتي مايلو وبيبداوا يعذبوا ويضربوه بالكرباج لغايه ما بيطلع عينه. في نفس الوقت ده بنشوف ان مساعد كارفوس بيتكلم مع جريكوس وبيعرفوا انهم لازم يقتلوا مايلو ده، فبيوافق جريكوس وبيوعد المساعد انهم هيعملوا كده بس مش دلوقتي. المهم لما بتخلص الليله بيروح مايلو لغرفته هو واكتياس، وبيفضل دلوقتي اكتياس يعالج جروحه، ويقول مايلو لاكتياس انه شاف النهارده اللي قتل عيلته كلها زمان ولازم يخلص عليه. فيعجب اكتياس بكلامه، وزي ما يكون كده يا صديقي بيقرر ان هو يساعده في انتقامه. تاني يوم بتبدا بقى البطوله في ساحه الالعاب اللي في المدينه هنا، وبيكون جريكوس في الساحه وبيشوف دلوقتي ان الساحه عاوزه تترمم وانها ممكن تنهار في اي وقت. فبيتكلم جريكوس مع سيرفوس وبيطلب منه انهم ياجلوا البطوله، لان لو حصل زلزال كده ولا كده بسبب البركان اللي موجود هنا الساحه هتتدمر على دماغهم والكل هيموتوا. لكن سيرفوس بيرفض الكلام ده، وده بيقلق جريكوس شويه، فبيقرر ان هو يعني يمشي من المكان خالص وما يحضرش البطوله. المهم يعني بعد فتره مش طويله بتبدا البطوله، وبيكون كارفوس موجود ومعاه كاسيا، وبيتفرجوا الكل على البطوله، وطبعا سيرفوس ومراته برضه موجودين. بعد شويه بيدخلوا المصارعين كلهم لساحه القتال بما فيهم مايلو واتيكس او اكتياس، هو ليه كذا اسم عامه بس خلينا نقول على طول اتيكس. المهم حاليا بيجي بلاتور وبيربط كل المصارعين بما فيهم اتيكس ومايلو، وبيدخل دلوقتي مجموعه كبيره من الجنود، والمفروض ان الجنود دول بقى هيتعاركوا مع كل المصارعين وهم مربوطين ويخلصوا عليهم. والعلم بلاتور قرر ان هو يربط الكل عشان يموتوا بسهوله كبيره، ويموت كمان مايلو زي ما كارفوس عاوز بالظبط. المهم بعد شويه بتبدا البطوله، وبيبداوا الجنود يتقاتلوا مع مايلو واتيكاس وكل المصارعين في معركه صعبه جدا جدا. ورغم ان اتيكاس ومايلو مربوطين، ورغم ان المعركه صعبه جدا، الا ان مايلو واتيكاس بيفضلوا دلوقتي يضربوا في الجنود بكل قوه، وبيفضلوا يقتلوا فيهم كتير جدا ويقدروا يخلصوا عليهم كلهم. وبعد كده بيجي على فكره المصارع اللي كان عاوز يقتل مايلو وبيحاول يتعارك معاه ويقتله، لكن مايلو برضه بيقرر ان هو يخلص عليه. بعدها بيحدف مايلو زي الرمح كده على كارفوس عشان يقتله، لكن مساعد كارفوس بيقدر ان هو ينقذه ويبعد الرمح ده عنه. وساعتها على فكره بيتعصب كارفوس وبيأمر مساعده ان هو ينزل يقتل مايلو، فبينزل المساعد وبيتقاتل مع مايلو. وهنا بقى بيبدا البركان يثور يا صديقي وبيبدا يدمر المدينه كلها. ورغم كده بيفضلوا مايلو والمساعد يتقاتلوا مع بعض لحد ما بيدخلوا المكان كده بتاع السكن وبيتقاتلوا فيه. وساعتها على فكره بيلاقي المساعد نفسه وسط المصارعين، فبيخاف يقتله وبالتالي بيهرب. والعلم على فكره بلاتور كان موجود لكنه مش بيلحق يهرب، فبالتالي دلوقتي بيتقتل على ايد المصارعين.
بعد كده بقى بنشوف ان منصة صديقي اللي كان كارفوس والكل عليها بتنهار من البركان، وساعتها بيهرب كارفوس، اما سيرفوس ومراته فبيقعوا مصابين وبيحتضروا وبيكونوا خلاص بيموتوا، وبيجي مايلو بيحاول ينقذهم، وساعتها بتتكلم معاه ام كاسيا وبتقول له يسيبهم بس يروح ينقذ بنتهم، فبيوافق مايلو على كل ده وبيروح بقى لاتيكس، وبيتفقوا انهم هيتقابلوا في المينا عشان يهربوا من المدينة اللي بتتدمر خلاص دي، وبيسيب مايلو صديقه اتيكس وبيروح يدور على كاسيا لحد ما بيلاقيها وبيقدر ينقذها من بيتها اللي كان بينهار على فكرة بيها وتموت بسببه. بعد كده بقى بيتقابلوا مايلو واتيكاس وبيكونوا هيهربوا، لكنهم بيقابلوا دلوقتي كارفوس ومساعده، وبيفضل دلوقتي اتيكاس والمساعد يتعاركوا سوا معركه قويه جدا، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيقدر اتيكاس يخلص عليه. اما بقى مايلو فبيفضل يتقاتل مع كارفوس كتير جدا وبيقدر يتغلب على كارفوس وبيكون هيقتله خلاص، لكن مايلو مش بيعمل كده وبيسيبه وبيمشي عشان يسيب البركان والدمار هما اللي يقتلوه، وفعلا بيموت كارفوس. اما بقى اتيكاس فمش بيقدر يهرب من الدمار بتاع المدينه بسبب اصابته، وبرضه بيموت بسبب البركان. واخيرا بقى فكانوا مايلو وكاسيا بيهربوا، لكنهم بيلاقوا ان الحصان بتاعهم بيسيبهم وبيهرب، وبيكونوا لوحدهم دلوقتي وسط الدمار ده كله، وبيعرفوا انهم مش هيقدروا يهربوا من البركان ومن الدمار. فبيقول مايلو لكاسيا انه بيحبها، وبيقفوا الاتنين دلوقتي يستنوا البركان يقتلهم زي ما قتل الكل في المدينه. ومع النقطه الحزينه دي بينتهي الفيلم، واللي اتمنى يكون عجبكم. بس كده، سلام.